اسلام يا حبيب قلبي انت جيت. لا 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 وهفيدك صدقيني مش هضر. ولا انا يعني كان لازم ابقى خريج كليه شرطه عشان اعصابك تتعب اول ما تشوفيني؟ بص حريم اليومين دول بيحبوا الدغري، خش على طول بقلب جامد. قول لها مثلا انت لابسه ايه. انا كمان اسف، كان ممكن تصرحيني من الاول على فكره، بس انا ما بقتش واثق فيكي اصلا. احنا اللي بيخش عندنا من الشباك ما بنفتحلوش الباب. ما قدرتش عليه وهو سجين في سجنك، هتقدر عليه وهو صاحب قلعه بينك وبينها الاف الاميال. محمد يا نمر، قول لي الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. عمل عمليه تجميل، عمليه تعرف يعني ايه عمليه تجميل في فك؟ ده حوار يعني، دي كارثه. ده بعدين ده منظر واحد يعمل عمليه تجميل. موهبة فنية بجينات زملكاوية، وسط من الفنانين اللي بيحاولوا دايما يخفوا انتمائهم الكروي علشان ما يخسروش جزء من جمهورهم. جه اسلام جمال كسر القاعدة وقالها صريحة، انا زملكاوي، وبقى واحد من الفنانين اللي ارتبط اسمهم بنادي الزمالك. ربنا على حب النادي ده، وهو النادي ده اللي بيفرحنا وده اللي بنزعل علشانه جدا، وما عنديش حاجه في الدنيا بتفرحني اكتر من النادي. وفي المقابل الفن كان جزء من تكوينه. محمد رمضان صاحبه وتامر حسني اللي اكتشف موهبته. لا انا مع تامر مستعد ان انا اطلع في مشهد بعدي قدام الكاميرا، بس ده شرف ليا يعني. وبسبب الشبه والصداقة اللي بتجمعهم ببعض، تامر خده معاه بدور اخوه في فيلم نور عيني. خلاص ما انت كل مره تعمل الحركتين دول وتقعد تبوس فيا وتتعوج. بقول لك ايه، اخر مره وحياة ربنا خلاص بقى، ظروفنا بقى نقطه بتوعك كده. وحطه على اول السلم، واسلام استغل الفرصه صح وبقى بيعمل حساب لكل خطوه بياخدها، وبقى من الممثلين القليلين اللي بيختاروا ادوارهم كويس قوي وبتنوعوا في ادوارهم. تعالوا بينا نعرف اكتر عن اسلام جمال اللي بقى من ابرز الوجوه الشابه في عالم الفن، ونجيب على التساؤلات: هل فعلا عمل عمليه تجميل؟ وهل نجاحه في التمثيل جه معاه ضربه حظ، ولا هو فعلا يستحق اللي حققه؟ ده شرف عرض يا مراد، انت بتقول ايه؟ اقسم بالله انا قتله. اسلام جمال عبد الوهاب، شهرته اسلام جمال، واسمه ده خلى كتير يتلخبطوا بينه وبين لاعب الكوره اسلام جمال، وحطه في مواقف كتير، واحده منهم مع محمد رمضان. اسلام كان رايح مره هو وكابتن مدحت عبد الهادي لمحمد رمضان، فكابتن مدحت بيقول لمحمد انا جاي ومعايا اسلام جمال، قال له انا رابط ده اخويا تعالى يا عم. محمد مش متابع كوره قوي يعني، فدخل كابتن مدحت وقعد هو واسلام جمال وبتاع، فشويه قال له ما اسلام ما جاش ليه؟ انت قلت لي اسلام جاي معاك. قال له ما اسلام اهو. قال له اسلام مين؟ قال له ما ده بتاع الكوره اسلام. قال له لا يا عم انا عايز اسلام بتاعنا. اسلام اتولد 16 فبراير 1989 في الجيزه. من صغره وحب الكوره بيجري في دمه، وده خلاه رامي الدراسه على جنب وبيعمل كل حاجه علشان يفضل يلعب كوره. نطيت السور وزوقت المدرسه عشان العب ماتش كوره ونلعب مدرسه ثانيه. بالصدفه ابويا راح المدرسه، اتقفشت قفشه وحشه جدا. تاني يوم رحت المدرسه قالوا لي بقى ابوك جه امبارح مش هيجي النهارده، مش قصه، خلاص نروح نلعب الماتش. رحت وراح تاني. وبسبب شغفه الكبير ليها كان بيعمل حاجات غلط واعترف بيها لما كبر. انا كنت في الفتره الثانوي دي انا كنت اغنى واحد في مصر فلوس الدروس يعني غصب عني، بحب الكوره وبروح امثل في المسرح، فدماغي في حته تانية. حب اسلام للكوره ما كانش عشوائي، بالمعنى الاصح حب الكوره كان وراثه في العيله، وتحديدا نادي الزمالك اللي خده من والده. زمان بشوفه متضايق وانا مش فاهم حاجه، في لون ابيض هو ده اللي مجننه انه خسر يعني. اشوفه متضايق ومع بعد الماتش مستحيل ولا انا ولا امي ولا اي حد يجرؤ يقرب ناحيته. لكن اللي كانت مختلفه عنهم والدته، واللي اختارت انها تكون اهلاويه هي واخت من اخواته اسمها نيرفانا. بما ان اسلام ووالده بيحبوا الزمالك قوي، كان رد فعله على انتماء والدته غريب شويه. لا مامتي بحبسها في الاوضه جوه. العيله كلها زملكاويه، ما عندناش النشاز الوحيد اللي في البيت. لكن بالرغم من حب للكوره والزمالك الشديد، الا انه ما احترفش اللعب في النادي، وحتى دراسته كانت مختلفه عن انتمائه. اتخرج من اكاديميه اخبار اليوم سنه 2011، لكن في المقابل طريق التمثيل كان بيناديه. بدايه اسلام جمال في التمثيل ما كانتش بالطريقه العاديه، لكن عن طريق الاوديشن ولا وكيل اعمال رشحه. اللي حصل انه ترشح لما تامر حسني رشحه للفيلم، لان اسلام وتامر كانت بينهم علاقه قويه، يعني مش مجرد معرفه. ده قال في مره انه متربي في بيته، واسلام كان بيروح معاه التصوير، وحصل موقف طريف بينهم في كواليس تصوير عمل من اعمال تامر. واقف ورا الكاميرا كده، كنت صغير بروح معاه التصوير، قال لي حلو الجاكيت ده تعالى كده، اسود جاكيت اسود كده، قام عامل بيه مشهد مع مي عز الدين، شفتوش تاني بقى. فاسلام كان على طول قدام تامر، والدور كان محتاج مواصفات شاب معينه علشان يبقى اخو تامر، فاكيد كان لازم يختاره. ودي كانت الطريقه اللي ترشح بيها اسلام لاول دور في حياته، وظهر فعلا في فيلم نور عيني سنه 2010. احل لك كل المشاكل دي بجد. انا دلوقتي معلم معاك الصح، انا كلمت صاحبتها تيجي عشانك، مرضي يابا. والدور ده كان هو نقطه البدايه الحقيقيه لمشواره الفني. وبعد ما اسلام عمل ضجه في نور عيني، الناس عرفته وموهبته بدات تظهر. بدانا نشوف اسلام في السينما والتلفزيون، وتاني دور ليه كان فيلم المركب سنه 2011. انت عارفه ان انت مراتي بجد، وبعدين انت متغيره معايا كده ليه؟ انا بقالي فتره حاسس ان انت متغيره وعماله اكدب في نفسي. والفيلم ده كان فيلم شبابي. اسلام كان واحد من الشباب اللي بيواجهوا مواقف مختلفه على مركب في البحر، واداؤه فيه كان متميز وعرف يوصل احساسه للناس. وبعدها سنه
2014 شفنا إسلام في أول عمل درامي يشارك فيه، وهو مسلسل ابن الحلال. مالك يا سميح؟ مفيش حاجه، انا تمام. ورانا فيه جانب تاني من تمثيله، وكان من الحاجات اللي كسرت الدنيا وساعدته على ان الجمهور يتعرف عليه اكتر، وبدأ اسلام ياخد ادوار اكبر ويبين فيها قدراته ما بين الاعمال الدرامية والسينمائية، وده بيثبت انه ممثل متمكن من ادائه. وفي نفس السنة عمل فيلم خطة جيمي. انا بضحك يا راجل، حرام عليك، بتنقذنا في الامتحانات، على الاقل نرد لها جميل. كان بطولة مشتركة مع ساندي، وقدم دور بسيط وخفيف لعب فيه شخصية الشاب الجامعي المحبوب بشكل طبيعي ومن غير تكلف. ورغم ان الفيلم ما كانش احسن حاجة، الا انه قدر يلفت النظر بادائه الخفيف واللايق على الدور. وبعد كده سنة 2018 شفنا 4 اعمال مختلفة عن بعض الاسلام، ونجح فيهم نجاح كبير، واهمهم كان مسلسل كأنه امبارح. على فكره انا اكتر واحد نفسه نتيجه الدي ان ايه تطلع بوزيتيف. ليه يعني؟ يعني عشان الامور تستقر وتهدى كده عندكم في البيت. ورغم ان اسلام ما كانش من الادوار الرئيسية، لكنه كان ليه تأثير حلو في المشاهد اللي ظهر فيها، خصوصا مع وجود مجموعة كبيرة من الشباب. وكمان ظهر في مسلسل سك على اخواتك. وانت يا دنيا لحد النهارده بجد يعني مش حاسه ان انا عايز اقول لك حاجه، في حاجه جوايا مش حاسه باي حاجه خالص. وهنا لعب شخصية الشاب اللي داخل في علاقة حب، بس في نفس الوقت دايما في مشاكل مع اخو حبيبته، وده اللي كان محرك جزء كبير من المشاهد ما بين الكوميديا والمشاكل. يعني باختصار كده دوره كان زي العريس اللي مش مرغوب فيه، وده اللي خلى المسلسل فيه خفة دم وصراعات كتير حلوة. بعد كده شفنا اسلام في فيلم حرب كرموز. يا ولاد الكلب. برغم من انه اتقتل في بداية الفيلم، لكنه بصراحة لعب الدور بحرفنة، اداؤه كان فوق المتوقع. وبعد كده شارك في مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري. تغور من وشي دلوقتي. اغور من وشك؟ ماشي يا بنت ابويا، بس قبل ما امشي عايزك تنسي كل اللي انت بتفكري فيه. لاعب دور حسام، وده كمان عمل فيه شغل حلو قوي. الناس وقتها اتكلمت على ادائه في خناقاته مع اخته والمشاهد اللي فيها صراعات، وبدأ الجمهور يشوف انه عنده قوة وثبات في التمثيل. واخر اعماله كانت مسلسل الحشاشين في رمضان 2024. كلكم اهل بيت السلطنه، لكن عمي بيقول ان بينكم متآمرين معاه. لعب فيه دور الملك شاه، وقدم اداء تقيل، وعرف يطلع شخصية الملك اللي عنده هيبة وذكاء من غير ما يبالغ في نظراته وطريقته اللي كانوا مظبوطين جدا. وده كانت اهم اعماله الدرامية. ما قدرتش عليه وهو سجين في سجنك، هتقدر عليه وهو صاحب قلعه بينك وبينها الاف الاميال. مفيش مرة صحينا لقينا خبر عن اسلام جمال عامل مشكلة او داخل في خناقة مع زميل او زميلة، ودايما حياته الشخصية خط احمر وما بيقربش منها الاعلام. وده دليل على انه شخص ناضج وعارف كويس ايه اللي المفروض يظهر للجمهور وايه اللي لا، ودايما بيحب الهدوء والاستقرار، وده باين على كل تصرفاته. انسان طبيعي جدا بيحب يعيش حياة عادية بعيد عن بهرجة الاضواء والشو الاعلامي اللي كتير من الفنانين بيجروا وراه. هو بيختار الطريق الاصعب اللي كتير من الاوقات مش بيجيب مع الناس. اختار طريقة تركيز على الموهبة وتقديم عمل فني حقيقي، مش مجرد ضجة وخلاص. بالنسبة بقى لحياته العاطفية، اسلام جمال فاجئ ناس كتير بخبر جوازه اللي كان في 9 سبتمبر 2022. قرر يدخل الحياة الزوجية في هدوء تام زي ما هو متعود. حضر الفرح كتير من النجوم زي أمير كرارة. العروسة هي مودة عماد المندوه من خارج الوسط الفني تماما، وفي مصادر بتقول إنها بنت مدرب حراس مرمى الزمالك عماد المندوه. بس في المجمل التفاصيل عن حياته قليلة جدا، وده يرجع لإسلام نفسه اللي بيحب يحافظ على خصوصية مراته وبيته زي عيلته. وبعد تقريبا 2 سنين ربنا رزقهم بأول طفل ليهم في يونيو 2024، واللي سماه عز الدين، وساعتها كان فرحان بيه جدا. إسلام جمال عنده دلوقتي 36 سنة، عنده موهبة كمان غير التمثيل، وبيعرف يقلد كويس جدا. يا محمد يا نم، قول لي الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. طلعت عليه إشاعة من فترة إنه عمل عملية تجميل، لكن وضح كل حاجة. بحلق عشان اعمل ظابط، فلقيت ان دقني شكلي خاسس قوي، ان انا خسيت. حطيت ربع بتاع هنا وربع بتاع، قال لك عمل عمليه تجميل. عمليه، تعرف يعني ايه عمليه تجميل في فك؟ ده حوار يعني، دي كارثه. ده بعدين ده منظر واحد يعمل عمليه تجميل. قدر يعمل ثروة من الفن تقدر ب 35 مليون جنيه. وفي آخر المشوار اللي لسه في أوله، إسلام جمال ماشي براحته، مش مستعجل، وكل دور بيختاره بيبني بيه طوبة جديدة في سكة بيحفرها لنفسه بهدوء. هو مش من اللي بيطلعوا ويختفوا، لا ده من اللي اسمه بيكبر كل يوم بشغل نظيف وموهبة بتتكلم عنه. كل مرة بيقف قدام الكاميرا بتحس إنه غرق جوه الشخصية وطلع منها بتفاصيل محدش غيره كان هيقدر يعملها.